يعطي الفرصة للاعبين أنهم يفطرون بجرعة ماء وشوية تمر الجزائري أو التمر التونسي اللي يتشابه مع بعضه البعض. طبعا نعرف بأنه في نيجيريا أكثر من 90% من الشعب النيجر مسلم، وبالتالي هم أيضا ملتزمين بالإفطار. تقبل الله منا ومنكم. طبعا حتى على مستوى الدوري الانجليزي، الاتحاد الانجليزي لكرة القدم اوصى الحكام بان يسمحوا للاعبين بان يفطروا اثناء بايقاف المباراة والافطار اثناء هذه المباراة، احتراما للمشاعر المسلمين واحتراما ايضا للصائمين. لقطة جميلة جدا وصور جميلة جدا بالنسبة للاعبين على خط التماس وهم يتناولون